ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. انا النهاردة معايا نص كيلو من العدس، هعمل كشري عدس. كشري عدس من العادي بتاعنا. معايا 3 كوبايات رز مغسول ومنقوع، ومعايا بقى 2 بتنجان و3 بطاطس. بس ايه الطبق الاساسي بتاعنا؟ الكشري. هغسل بقى العدس وارجع لكم. 1. اهوت حطيت معلقة سمنة بلدي في الحلة، ومعلقة ونص كمان اهيت. يعني انا حطيت كده معلقة ونص، معلقة الاول وبعدين حطيت نص. وهحط فيه بقى ايه العدس بتاعي بعد ما غسلته اهو، وهنزل بيه بقى على السمنة كده، وهشوحه بقى في السمنة كده. حاجة سهلة واقتصادية، واللي اكله النهاردة ما فيهاش بيض، يعني عنده يعني بيضة واحدة بس هقليها. فاحنا بندور النهاردة على الاقتصادي كله. هنعمل بطاطس وبتنجان وعدس اهو. بحمرها كويس في الحلة بتاعتي اهو. قلبته اهو يا جماعة، شفتوا ما عادش فيه حاجة خالص اهوت في الحلة اهو. وانا عايزة اللون ده، اللون الاصفر الجميل ده اللي انتوا شايفينه ده اهو. هغسل بقى 3 كوبايات رز وانزل بهم بقى على العدس بتاعنا اهوت. قلبت معاكم العدس اهو، وغسلت الرز بتاعي 3 كوبايات. هنزل بهم بقى على العدس اهو. اهو اللي فاضل معانا لحد دلوقتي على الفيديو يا جماعه يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مش ينسى كده يعمل لنا لايك واشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد اهوت. شفتوا ما شاء الله عليه، يعني اللي مخترع الاكل بقى ومفيش حاجه دلوقتي اليومين دول كده، يعني الامور بالظبط. يعمل بقى يقوم جاي يجيب عدس ويعمل الكشري اللي انا بعمله ده، اقتصادي وسهل وبسيط. ويا جماعه معايا المعلقه الملح اهيت اهي. نزلت بقى على الرز عند الميه غليت اهو. الميه غليت اهيت، هنزل بقى على الرز اهوت اهوت. بس الميه اجت قليله شويه، هزود بقى الميه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنقلبه بقى ونسيبه، والحمد لله يا جماعه. يعني اقل حاجه بنعملها بتبقى حلوه والحمد لله اهوت. واهو يا جماعه بقلب الرز اهوت، ما شاء الله عليه نشف بقى من الميه. هسيبه بقى اللي هو ايه يستوي بقى على نار هاديه كويس. ومعايا اهو 3 حبايات من البطاطس يا جماعه، قشرتهم وغسلتهم كويس، وهعملهم بقى صوابع اهيت كده. بقطعها كده بعد وريات كده الاول اهي، وبنزل بقى في البوله بتاعتي اهوت. شفتوا اهو. يعني انا القصد يعني من الفيديو ده ان احنا ما نقفش على حاجه. يعني احنا النهارده كشري عدس من غير بيض، مفيش الا بضايه واحده حلوه خالص، رضا الحمد لله اهوت. بنعمل بقى البطاطس كده، في بقى بتنجان وفيه سلطه وفي البطاطس وفي مخلل. طب احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ طب والله الحمد لله، الحمد لله خالص رضا يعني اهوت. بعمل معاكم البطاطس اهي. طبعا انتوا عارفين ان احنا بندور على اي حاجة بسيطة وسهلة، اللي هي تكون بسيطة وسهلة واقتصادية، يعني اللي هي مهما يكون مش هتبقى مكلفة اوي. يعني احنا بنقول الحاجة مش هتبقى مكلفة اوي اهوت. يعني واحنا واقفين كده في المطبخ، كل الحكاية مش هنكمل يعني ربع ساعة او نص ساعة بالكتير اهو. واحنا هنعمل كل حاجة، السلطة واحنا واقفين، والبطاطس واحنا واقفين، والبتنجان، وكل حاجة هنعملها واحنا واقفين
على ما الرز بقى يكون استوى نكون احنا خلصنا وكده، والحمد لله اهوت. ونزلت بالزيت بتاعي، حطيت زيت اهوت في الطاسه اهو كتير، وقشرت البطاطس وهنزل بقى بيها احمر اهوت. انا عايزاكم بس تشوفوا الفيديو كامل. بسم الله، عشان بس الفرفشه انا بنزل بالراحه خالص اهو. واهو يا جماعه معايا بقى 2 بتنجان، ادي واحده وادي واحده، 2 بتنجان و2 فلفل، وهنزل بهم بقى. بدل هنعمل بطاطس صوابع مش هعملها مدوره، انا هعملها كده زي الصوابع، زي صوابع البطاطس اهوت. وهقوم بقى نازله بيهم وحطاهم بقى ايه في شويه ميه وملح على ما احمر البطاطس، بس مسافه بس ما احمر البطاطس. وبعد كده ايه هقليها بقى، هقلي البتنجان بتاعه. والفلفل ده انا هحط عليه توم واضربه في الكف، في الكب، معلش انا اسف في الكب اهو. معايا قرن وقرن ونص، هضربه بقى في الكب. ومعايا بقى معلقه فلفل، بعد ما قطعت الفلفل بتاعي في الكبه. معايا معلقه توم مهروسه انزل بها، وشويه ملح صغيرين كده اهو، شويه صغيرين، نص معلقه صغيره واقل كمان. ومعايا شويه فلفل اسمر برضو نص معلقه صغيره اهوت. وهنزل بالحاجات ديت في الكبه بتاعتي وهفرمها. ودي معايا بقى السلطه، معايا نص قرن فلفل اصفر، معايا 2 طماطم عشان انا هلغي ديت، معايا جزرايه، معايا خياره ونص، معايا بنجرايه. طبعا البنجر ده بحب ان انا احطه في السلطه عشان ولادي يعني مش بيحبوه، فانا بحاول ان انا ادخله لهم في في حاجات كده اهو. يا جماعه هنزل بقى بالسكينه بتاعي بعد ما نقعته في الميه والملح اهو. اهو ودي يا جماعه بعد ما حمرنا البطاطس اهو، هنزل بس بشويه ملح بكمون على الوش بس كده. وهي يا جماعه البيضه اللي انا قلت لكم عليها هي واحده بس، هقليها بقى واقوم حطاها ايه في الطاسه الصغيره على قدها. يعني انا جايبه لها طاسه صغيره على قدها عشان ما نكلفش كتير، وشويه ملح بكمون وخلاص اهو بس كده. ودي الطبق البتنجان بتاعته بعد ما حمرته، طبق البتنجان وبعد ما حمرته هنزل بقى عليه بقى بالدقه اللي انا كنت عاملاها معاكم، اللي هي الفلفل الاخضر والثوم. وهي يا جماعه بعد ما الفلفل بقى البتنجان قصدي طلعت اهوت، هنزل عليه بقى بالطبق الفلفل اهو بالثوم. الدقه بتاعته سخن كده وطعمه جميل وريحته اجمل اهوت. جربوا كده يا جماعه الاكله ديت، وجميله جدا وحلوه وسهله وبسيطه واقتصاديه. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام كتير اهوت. ويا جماعه بعد ما الرز بتاعنا اتعمل ما شاء الله عليه مفلفل وجميل، انا ما حطيتش عليه كركم ولا حطيت اي حاجه الا السمنه بس اهوت. يعني حاجه بطبيعتها كده، كل حاجه بطبيعتها اهو بس كده. هغرفه بقى معاكم اهو، هغرفه كده اهوت في الطبق بتاعنا ده. وهو يا جماعه طبق الكشري بتاعنا الاساسي اهوت. شفتوا لونه جميل ازاي؟ هي الكاميرا جايباه ابيض، بس لا هو مش ابيض خالص، هو اصفر. الضوء بس اللي عامل كده. وادي السلطه بتاعتنا، انا ما حطيتش البنجرايه على فكره قالوا لي لا، قالوا لي احنا كده عايزين السلطه كده. وادي البضايه اللي انا عاملاها اهي، وطبق البطاطس الاساسي برضو اهو معانا، ومعانا خضره فجل وجرجير، ومعانا مخلل اللفت اللي انا كنت عاملاه معاكم، والثوم بالفلفل الاخضر، والبتنجان الطبق بتاعنا اهو. ايه رايكم بقى في السفره الجميله بتاعتنا غدانا النهارده؟
يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. ومش تنسوا تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام عليه كتير جدا. ولو اول مره بتشوفوني، انا اسمي نجوى ابراهيم، واشوفكم في فيديو جديد على الف خير. مع السلامه، باي باي.